تعرف إن الإنسان ممكن يحول الرملة لذهب؟ طبعا مش مصدق صح؟ شايف الرملة اللي في الصحراء دي؟ انت ممكن تجيبها وتحطها تحت درجة حرارة معينة فتبقى إزاز، والإزاز ده تعمل منه كوبايات، شبابيك، منتج، والمنتج ده تقدر تبيعه للناس بفلوس، وبالفلوس تقدر تروح تشتري ذهب. يعني حرفيا الإنسان قدر يحول الرملة لذهب، وده لأن ربنا خلق كل حاجة وليها طريقة تستخدم بيها. فلو الإنسان قدر يعمل كل ده، يبقى أنت إزاي لسه مقتنع إنك مش قادر تتعلم؟ وأكتر سبب بيخلي الناس تقول أنا مش بعرف أتعلم مش لأنهم مش قادرين، لكن لأنهم بيتعلموا بطريقة غلط أصلا من الأساس. والمشكلة الحقيقية إنهم مقتنعين إن هي دي الطريقة الصح، مع إنها السبب اللي موقفهم. اللي احنا بنشوفه شيء عادي هو بيقول لا ده مش معقول، ده لا الحكايه دي لها تفسير، الحكايه دي مش عادي. عارف يعني إيه تبقى مختلف؟ مش إنك تعرف أكتر ولا إنك تبقى أذكى، إنك تعمل الحاجة بطريقة مختلفة. وده بالظبط اللي إنت مش بتعمله. إنت بتتعلم بنفس الطريقة اللي كل الناس بتتعلم بيها، وبتستغرب ليه مش بتتغير. إحنا فاكرين إن التعلم اتفرج، احفظ، افهم الأول وبعدها ابدأ، وده طبيعي لأن ده الشكل المألوف. بس المشكلة إن المألوف مش دايما صح. معظمكم عارف إني برسم، بس محدش يعرف أنا اتعلمت الرسم إزاي. اتعلمت الرسم وأنا عندي 20 سنة، ما كنتش أعرف أي حاجة عن الرسم ولا كان عندي الهواية. اتعلمت في أصعب الظروف، كنت في الجيش، ما كانش في أي حاجة أتعلم منها، ولا كان في حد يشرح لي، ولا تليفون، ولا إمكانيات. كان معايا بس قلم رصاص ب75 قرش وورق فاضي من مكان طباعة، ومع ذلك بدأت وخرجت عن المألوف. مش عشان كنت فاهم، لكن علشان كنت بجرب. اتعلمت الرسم في 3 شهور بس. انت متخيل؟ من واحد ما عندوش اي معلومة ولا حتى صغيرة عن الرسم، اتعلمت والحمد لله بقيت شاطر فيه في وقت صغير جدا. وقتها اكتشفت حاجة غريبة، اني مش محتاج افهم عشان ابدأ، انا محتاج ابدأ عشان افهم. التعليم الحقيقي مش بيحصل قبل التجربة، التعليم الحقيقي بيحصل اثناء التجربة. كل مرة بتعمل حاجة حتى لو غلط دماغك بتبدأ تفهمها. الشخص العادي بيستنى يفهم عشان يبدأ، لكن الشخص اللي بيتطور بيبدأ عشان يفهم. وده اللي كان بيتقال عنه ان العبقري بيخترق حجاب المألوف، مش بيمشي في نفس السكة، بيجرب سكة تانية. خلينا بسطها لك، مش كل مرة تشوف حاجة يبقى أكنك اتعلمتها لمجرد انك شفتها. المشاهدة لوحدها مش كفاية. ساعات العقل بيفهم ان المشاهدة دي حاجة سهلة ممكن يطبقها عادي ويعمل زيها، وهنا لازم تطرد التفكير ده من عقلك فورا وتبدأ تجرب. كل مرة بتبدأ تجرب فيها حتى لو غلط أو مش فاهم، دماغك بتبدأ تركب الصورة جزء جزء، ومع التكرار المهارة بتبدأ تتكون من غير ما تحس. في ناس بتتفرج على فيديوهات تعليمية وما بتعرفش تطبق من أول مرة، وفي ناس تانية بتتفرج على نفس الفيديوهات وبتطبق كويس جدا من أول مرة. الاتنين عندهم نفس المعلومة، بس واحد منهم هو اللي بيتغير. ليه؟ لأن واحد دخل تجربة والتاني لأ. واحد خرج عن المألوف والتاني لسه بيتعلم زي اللي حواليه. انت بتفشل في التعلم مش لأنك مش ذكي، لكن علشان بتخاف تغلط. مستني تفهم الأول، مستني تعمل دراسة جدوى لكل حاجة حواليك، بتقارن نفسك بحد أجمد منك بكتير من غير ما يكون عندك معلومات أصلا عن أي حاجة، فتفضل واقف مكانك من غير ما تبدأ أصلا، لأنك متعود تمشي على الصح الجاهز المضمون اللي كله بيعمله. مش متعود تجرب بنفسك، مش متعود تخرج عن المألوف، مع إن كل تطور حقيقي بيبدأ من خطوة مختلفة. النظام الصح لو عايز تتعلم أي حاجة، الموضوع أبسط مما تتخيل. جرب بسرعة، ابدأ حتى لو مش فاهم، اغلط براحتك، الغلط مش عيب، الغلط هو المصدر. راقب نفسك، ايه اللي اشتغل وايه اللي لأ، كرر. التكرار هو اللي بيحول التجربة لمهارة، من غير ده مفيش تعلم حقيقي. انت مش محتاج تبقى ذكي ومش محتاج تبقى موهوب، انت محتاج حاجة واحدة بس، انك ما توقفش بعد اول محاولة. لان اول محاولة دايما مش كفاية. لو انت بتتعلم بنفس الطريقة اللي كل الناس بتتعلم بيها، يبقى طبيعي تفضل في مكانك. لكن اول ما تبدأ تفكر بطريقتك وتخرج عن المألوف وتجرب بنفسك، ساعتها بس هتبدأ تبقى مختلف. بدل ما تقول أنا مش بعرف أتعلم، قول إن أنا لسه في أول الطريق. لأن الحقيقة البسيطة إن أي حاجة في الدنيا ممكن تتعلم، بس بشرط واحد، إنك ما تمشيش بنفس الطريقة اللي وقفتك. ابدأ وجرب واغلط واخرج عن المألوف. بس في سؤال أهم من كده، ليه ناس كتير بتجرب
وبرضه مش بتكتشف حاجة في نفسها. الحلقة الجاية هنتكلم في الموضوع ده ونحله مع نفسنا، وهنتكلم في ازاي تكتشف مهاراتك الحقيقية. متكتف مهموم موجوع وضعيف وشجاع،